له ولا يعيره الغرباء بمجهول النسب عندما يكبر، فإن عليه أن يتقن عد شجرة العائلة التي يتوارثها الأجداد والآباء والأبناء. حتى عبد حسين يوسف آدم علم محمد. تخصص كل أم صومالية بعضا من وقتها لتلقين وتحفيظ أبنائها الصغار أسماء أجدادهم وأسلافهم. بإمكان هذا الطفل يعد 14 جدا من أسلافه، ولكنه لم يتمكن بعد من العد حتى الجد الأكبر إسحاق الذي سميت قبيلته باسمه. وحين يتقن تلك المهمة يتعين عليه أن يغوص في تفاصيل قبيلته التي تنقسم كغيرها من القبائل الصومالية إلى عشائر، والعشيرة إلى بطون، والبطن إلى أفخاذ. لكل قبيلة صومالية إنجازات يتعين على أفراد القبيلة معرفتها والاعتزاز بها. تتفاخر قبيلة إسحاق بكونها أشجع قبيلة صومالية، ورغم كون أفراد قبيلتها أقل عددا من قبيلة دارود التي ينتمي إليها سياد بري، فقد تسببت قبيلة إسحاق في انهيار حكومته وانتصرت عليه. لوجهاء القبائل وشيوخها مكانة مرموقة في نفوس الصوماليين، فهم أهل الحل والعقد، وهم الحكام الذين لا ترد قراراتهم ولا تناقش. تمكن وجهاء القبائل في هذا الاجتماع من حل مشكلة عويصة بين نواب الحزب الحاكم ونواب أحزاب المعارضة إثر خلافات حول عزل الرئيس بسبب تأخير موعد الانتخابات الرئاسية. لأن العادات والتقاليد في جمهورية أرض الصومال وفي العشائر أيضا تسوي نفوذ السلاطين، يعني أقوى من كل شيء، ولذا لازم أن يسمعوا كلامنا ويحترموننا. ورغم ما للقبيلة من مزايا حسنة، إلا أنها أيضا كانت السبب وراء تفكك الصومال، وربما أحد أسباب إعلان إقليم أرض الصومال الانفصال عن الجنوب. الوطن أولا أم القبيلة أولا وآخرا؟ سؤال يحير كل صومالي لا يجد غضاضة في إشهار السلاح في وجه أخيه لأي سبب. بلغت العصبية القبلية بالصوماليين إلى حد اعتبار أي رئيس أو رئيس وزراء صومالي ممثلا لقبيلته وحاميا لمصلحتها لا غير. لا فرق بين سكان الحضر والبدو الرحل عندما يتعلق الأمر بالاهتمام بشجرة العائلة وأعراف القبيلة، فبهذه الأعراف تنظم شؤون أفراد القبيلة من جهة، وتحدد علاقة حلف وولاء أو حرب وعداء مع القبائل الأخرى من جهة ثانية. محمد رشاد، الجزيرة، أرجيسا. وهذا المساء مستمر معكم فيه بعد الفاصل. فسحة أمل لتفادي داء ألزهايمر بعد اكتشاف جينات مسببة للمرض.